انت مش طيب، انت بتتنازل. انت فاكر انك شخص كويس، هادي، متفاهم، بتعدي. بس خليني اقولك حاجة، اللي انت فاكره طيبة ممكن يكون تنازل. كل مرة بتعتذر من غير ما تكون غلطان، وكل مرة تقول ماشي وانت نفسك مش مقتنع. كل مرة بتضحك على حاجة بتضايقك. انت فاكر انك كده بتعدي، بس الحقيقة انت بتعدي على نفسك. العقل بطبيعته بيحب الأمان، فبيخليك تختار السهل، انك توافق بدل ما ترفض، انك تسكت بدل ما تواجه، لأن المواجهة فيها خطر. ممكن حد يزعل، ممكن حد يبعد، فبتختار تريح اللحظة وتخسر نفسك. تخيل واحد كل ما حد يطلب منه حاجة يقول حاضر، حتى لو تعبان، حتى لو مش فاضي. في الأول الناس بتحبه، بس بعد شوية الناس بتعتمد عليه، وبعد كده بتستغله. مش لأنهم وحشين، لأنهم اتعودوا. ما هو من كان متاحا دائما أصبح عاديا دائما، واللي ملوش حدود بيتعدى عليه. وانت فاكر انك كده كنت طيب، بس الطيبة مش انك تلغي نفسك. خليني اسألك سؤال، امتى اخر مرة قلت وكنت عايز تقول لا؟ كانت امتى؟ فكر شوية. الاحساس اللي جه دلوقتي ده هو ده الجزء اللي بتتنازل عنه كل يوم. المشكلة مش انك طيب، المشكلة انك خايف. خايف تترفض، خايف تزعل حد، خايف تبان وحش، فبتختار تختفي شوية شوية لحد ما تبقى موجود بس مش باين. كل مرة قلت ماشي، سكت، انت هنا كنت بتقلل من نفسك حتة حتة لحد ما وصلت انك مش باين. الطيبة مش ضعف، بس من غير حدود بتبقى اختفاء. وانت مش محتاج تبقى اقوى، انت محتاج تبقى واضح، حتى لو ده مش مريح. لانك لو فضلت كده هتفضل بتختفي. ولو عايز تفهم نفسك خليك متابعني.